السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توفي لاعب الوداد الرياضي أسامة فلوح بعد تعرضه لحادث سير خطير يوم 11 من أكتوبر الماضي. وعلمت هيسبورت من مقربين من اللاعب أنه توفي اليوم بعد مدة طويلة قضاها في العناية المركزة. وبدوره أعلن الوداد عن وفاة اللاعب، وقدم تعازيه لعائلة فلوح ولمحبيه. وكتبت الصفحة الرسمية: أسامة فلوح في ذمة الله. بأسى وأسف عميقين، تلقى المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي نبأ وفاة اللاعب الخلوق أسامة فلوح. وبهذه المناسبة الحزينة يتقدم السيد سعيد الناصري أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء مكتبه واللاعبين والإطقم والإداريين وجميع المستخدمين إلى عائلة المرحوم وأهله وأقاربه، وإلى جميع مكونات الوداد الرياضي بأحر التعازي وأصدق المواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأنا لله وأنا إليه راجعون. واصطدم اللاعب الودادي الذي كان على متن سيارة رفقة شبان آخرين بشاحنة كبيرة، ما استدعى نقله إلى قسم المستعجلات في المركز الاستشفائي ابن رشد، قبل أن يتم نقله إلى إحدى المصحات بعد أن بلغت إلى علم مسؤول النادي تفاصيل الحادث.